السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم متابعين الكرام. زي ما عودناكم كل يوم بفيديو عن الأسعار في السوق المصري، والفيديو ده خصصناه إلى أسعار مزادات القطن. بشرى سارة لمزارعي القطن، ارتفاع في أسعار القطن المصري. قبل ما نبدأ ونقول لكم أسعار القطن، بدعوكم إلى الاشتراك في القناة وعمل لايك أو إعجاب على الفيديو عشان يقترحوا نظام اليوتيوب ويوصل لأكبر عدد من الناس والكل يستفيد ويعرف السوق ماشي إزاي. ويا ريت تكتبوا لنا في التعليقات وتدعمونا بلايك على الفيديو عشان نستمر إن شاء الله في نشر الفيديوهات. ارتفاع في أسعار القطن. تلقى السيد القيصر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقرير من وكيل مركز البحوث الزراعية المشرف على معهد القطن عادل عبد العظيم حول أسعار قنطار القطن اليوم، في خلال مزاد علني للتداول على محصول القطن بمحافظتي دمياط والغربية، حيث سجلت أسعار القنطار على النحو التالي: جيزة 94 بسعر 4580. ده الأسعار دي في محافظة دمياط والغربية. المزاد ده كان أمس. جيزة 94 بسعر 4580، وجيزة 97 بسعر 4500، وجيزة 92 بسعر 4298. وتمت جلسة المزاد بحضور المزارعين وممثلي الوزارات والهيئات المعنية، وكذلك مندوبي شركات القطاع الخاص. جاء ذلك في إطار متابعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمنظومة تداول الأقطان. ويشار إلى أن منظومة تداول القطن الجديدة تجري تطبيقها للعام الرابع على التوالي، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد العلني، وتستهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ عليها وعلى نظافتها وجودتها، وبالتالي زيادة تنافسها عالميا مع تحقيق أعلى عائد للمزارعين مقابل أقطانه من خلال المزايدة. وبكده يكون عرضت لحضراتكم أسعار القطن اليوم. طبعا فيه زيادة في أسعار القطن، ربنا يرزق الجميع وما يخسرش حد أبدا. وتوقع أن ممكن يبقى فيه زيادة الأسبوع الجاي، لأن فيه زيادة عالمية في أسعار الأقطان. ربنا يرزق الجميع ويرضي الجميع من فضله. كان معاكم حمد السيد، قناة منوعات البلدي. دمتم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.